حينئذ يقولون بالتعبد. التعبد عندنا مصدر آخر فقط عند السنة، عند الشيعة شوي أقل. قلت لكم أكو أسباب فكرية ودينية جعلت الشيعة أقل إرهابا من السنة. السنة أشاعرة والشيعة تبع المعتزلة. ليش الشيعة يقولون عدلية؟ شنو الأشاعرة؟ الأشاعرة يقولون الحسن والقبح والعدالة، كل ما ورد في النص في الحديث والقرآن والسنة فهو حق وهو عدل. يعني العدالة شنو؟ العدالة هو ما قاله الشارع. احنا جماعتنا الشيعة والمعتزلة يقولون أن العقل هو وحده يكتشف الحسن والقبح. العدل حسن والظلم قبيح والخيانة قبيحة والسرقة قبيحة، هذا العقل يكتشفه قبل الشرع. بعدين الشرع يجي يأيد هذا المعاني والأحكام العقلية. مستحيل أن الشرع لا يأيد، ولهذا يقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لأن الشرع تابع للعقل. السنة بالعكس، أقول كل ما حكم به الشرع حكم به العقل. العقل تابع. العقل يقول لك شنو أنت عقلك تخليه ويا عقل الله؟ عقلك ناقص، أصلا ما عندك عقل. الأصل هو حكم الله. ليش؟ لأنه يقولون إذا تقولون العدالة والحسن والقبح والأخلاق كلها العقل يكتشفها، والله مجبور يصير شنو؟ يتبع العقل. يصير تحديد في إرادة الله وفي مشيئة الله. هذه إهانة لله. الله حر لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل ما قال هو الصحيح لازم، حتى لو قال كل الخيرين ذبهم بالنار وصدام وجماعته كلهم ذبهم بالجنة، صحيح. هذا أشاعرة. ولهذا وعندهم نصوص كثيرة. مثلا إبراهيم شاف طيف جاي يذبح ابنه، خطية قام تشتت ابنه ويذبحه. ليش؟ قال له الله قال له. يا من شنو الله قال لك؟ الله قال لك اذبح، هو ظلم هذا، والله ما يأمر بالظلم حسب عقيدة الشيعة والمعتزلة. لو كان إبراهيم معتزلي وعاقل ويتبع عقله رأسا يقول هذا الطيف من الشيطان، ماكو حاجة. الله ما يأمر بالظلم، هذا قتله طفل ظلم. بس أثاري إبراهيم سلمي كان. وهذا فخلاص قال الله قال يا مو الله قال انت تطيب الطيف، بس الطيف مو الله قال، يقول لك اشتباه. خطية لو ما الله يتلاحق له يجي له طليل خروف عشان ذبح هذا الطفل، خطية راح من ايده. على كل اكو نصوص يعني يقول هذه القراءة الآن نشوفها قراءة إرهابية وظالمة، مو اجت اعتباطا. ليش في الإسلام فقط؟ مو بالبوذية والمسيح، لأنه ذراك ما عندهم نصوص تحرض على الإرهاب. في زمانه كانت صحيحة. كان النبي يريد يفهم العرب، الأول العرب الجفاة اللي ما يخضعون إلى أي واحد، شلون يخضعهم؟ يلقهم مثل انه خضوع ابراهيم. شوف ابراهيم ايش قد خاضع الى الله. ولهذا عندنا اذا يجون للنبي ويحتكمون ما يجوز لهم اصلا يجوا يسلموا تسليما، لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كله تسليم. حتى شنو؟ يخضع العرب. العرب عندهم كما يقول هادي العلوي رحمه الله عليه اللقاحية، يعني أنف أنه يخضع لإنسان واحد إلا رئيس العشيرة. أما يجي واحد يقول أنا النبي وكذا صعب عليه. فالنبي يريد يكون لهم دولة ما يصير قبائل كل واحد شايل خشمه.
لازم يخضعون لإرادة قوة. فهل تخويف بجهنم، تخويف مال، لأن الأمور خضعهم. على كل هذه وصلنا لهذا الثاني، المبدأ الثاني. في المقابل الثاني، مقابل التعبد شنو؟ العقلانية اللي عندنا. العقل أول، ثاني القرآن والسنة درجة ثانية وثالثة. العقل هو، لأنه إحنا لما نقدر نفتهم القرآن إلا بالعقل، ما نقدر نفتهم. بلكن هذا القرآن مسألة خاصة يمكن لها شروط، مو اعتبار هذا شلون نفتهم هذا التفاسير 100 تفسير، يمكن شلون نفتهم هذا أصح وهذا باطل، هذا مثلا غلو عنده، هذا بالعقل. لازم نشغل العقل نفتهم هاي الحكم، هل هو حكم تاريخي، حكم مرحلي، حكم له شروط، كله لازم نشغله بالعقل. هذه العقلانية في مقابل التعبد. المبدأ الثالث، وأنهي الكلام عن الأساس، الجزمية. يعني قلنا المبدأ الثاني ذولا لو ما عندهم نصوص، هاي النصوص تأمرهم بقتال المشركين. مثلا السنة يقتلون الشيعة لأنهم مشركين، واقعا الحق وياهم. إذا بقينا على النصوص، القرآن يقول اقتلوا المشركين كافة، والشيعة واقعا مشركين. يعني إذا بدنا نصبره، أنت تطلب من القبر، صاحب القبر الإمام علي أو النبي، مثلا يشافيك من مرض، يقضي حاجاتك. الواحد مثلا تريد رجل تروح للعباس، لو تريد مثلا ولد تروح للحمزة. يا بجاء الله وين صار؟ ماكو الله، كلها يعني واقعا. ولا واحد يقول له المصيبة إذا الله طه جاهين، تقول هذا الحمزة الطالب، الحباس الطالب، وتروح تنذر طلي للعباس. إذا ما انطاها جاهل ذبح على الله، يقول الله ما قسم لي. إذا الله قسم لها الفخر للعباس. إذا مات ابنها الله كاتب له قضاء وقدر. إذا شافاه من المرض الرضا شافاه. فبالعكس يعني قضية الله بس المنزلات لأمر. زين ذولا مشركين واقعا، بس هل يجوز قتلهم؟ السنة يعني الإسلام الوصول يقول يجوز ويجب قتلهم، القرآن يقول يجب قتلهم. إحنا نقول لا، إحنا أصحاب التعددية يقول في زمان كان ربما صحيح لأن النبي أراد يشكل دولة، وكان المشركين حجر عثرة، يعني كان المشركين أعداء يبدون يهدمون الإسلام. أما اليوم الشيوعيين الملحدين ما يبون يهدمون الإسلام. الإسلام صار 1.5 مليار، بعد خلي مليون يصيروا ملحدين. مو مسألة، يعني مو خطر على أصل الإسلام. في الزمان كان خطر على أصل الإسلام وجود الشرك، لأنه اليوم جايبين جيش وهاجمين على المدينة ويقولون يقتلون النبي. يا خلصنا من هذا. يقول لك اقتلوا المشركين كما هم يقولون اقتلوا المسلمين كافة، ففي المقابل اقتلوا المشركين كافة. ذاك الوقت معقولة، أما الآن مو معقول. الآن خلاف العدالة وخلاف الإنسانية وخلاف الحكم الإنساني. إذا أردنا الإسلام يستمر نقول هذا الحكم مو من أصل الدين، مو جوهر الدين، هذا من عرضات الدين. كان في زمان صالح، هسه مو صالح. يبقى الجوهر الإسلامي، جوهر الدين. هذا فيما يتعلق بالثاني.